في ليلة هادية في أطراف مدينة بيت لحم، العذراء مريم ولدت الطفل الإلهي يسوع المسيح في مزود بسيط بين الحيوانات، لأن ما كانش فيه مكان ليهم في البيت. وفي نفس الليلة حصلت معجزة عجيبة، ظهر ملاك الرب للرعاة اللي كانوا صاحيين يحرسوا غنمهم في الحقول، وقال لهم: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داوود مخلص هو المسيح الرب. وفجأة ظهرت جيوش من الملائكة بتسبح وبتقول: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. الرعاة كانوا ناس بسطة من الشعب العادي، ربنا اختارهم يكونوا أول ناس يسمعوا البشارة، علشان يورينا إن الخلاص مش للأغنياء ولا للحكمة بس، لكن لكل قلب بسيط ومتواضع. راحوا بسرعة البيت لحم ولقوا الطفل ملفوف بقماط ومضجوع في مزود، فسجدوا ليه بفرح ورجعوا يسبحوا ربنا على كل اللي شافوه وسمعوه. لكن في وقت تاني في بلاد بعيدة ناحية المشرق كان في مجوس، وهم حكمة أو فلكيين من بلاد فارس، بيراقبوا حركة النجوم وبيفهموا الرموز السماوية. شافوا نجم غريب ظهر في السماء، وكان الإعلان الأول من الله ليهم إن ملك عظيما ولد. فاتبعوا النجم وسافروا مسافات طويلة جدا لحد ما وصلوا أورشليم وسألوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ الملك هيرودس خاف وطلب منهم لما يلاقوه يرجعوا يقولوا له، لكن المجوس ما كانوش عارفين إن نيته شريرة. النجم اتحرك قدامهم تاني، وقف فوق المكان اللي كان فيه الطفل يسوع. وهنا بنفهم إن المجوس ما راحوش المزود زي الرعاة، لكن وصلوا بعد فترة لما كان يسوع طفل صغير مش رضيع، وكان ساكن في بيت مش مزود زي ما بيقول الإنجيل. ولما دخلوا البيت رأوا الصبي مع مريم أمه، وسجدوا ليه وقدموا هدايا رمزية عظيمة: ذهبا لأنه ملك، ولبانا لأنه إله، ومرا لأنه سيتألم ويموت لأجل خلاص العالم. وبعدها حلموا إنهم ما يرجعوش لهيرودس، فرجعوا لبلادهم في طريق تانية. الرعاة والمجوس الاتنين شافوا النور، لكن كل واحد منهم بطريقته. الرعاة شافوه من إعلان الملائكة، والمجوس شافوه في النجم. الأول رمزية للإيمان البسيط، والتاني رمزية للبحث العقلي اللي وصل في الآخر لنفس الحقيقة: المسيح. اللي اتولد في المزود هو نفسه اللي المجوس سجدوا له بعد فترة، الملك والإله والمخلص. وده يورينا إن المسيح جه لكل الناس، للفقير والبسيط زي الرعاة، وللحكيم والغريب زي المجوس، علشان الكل يسجد قدام الطفل الإلهي اللي أنار العالم بنوره الأبدي.